يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراه ريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرم فضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من وحبيبنا علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد فضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله ليغفر لك عليه الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك زين الأنبياء اللهم صل عليه. السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء وكف المصطفى كالورد نادي الله وعطر يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطر يبقى إذا مست أيادي عم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله تعالى عليه. مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، صلى الله وبسط عليه. لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. صلى الله تعلقت عليه. إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، صلى الله عليه. وما هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، صلى الله قد عليه. عطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان، صلى الله عليه. اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا ما نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، صلى الله عليه. العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا، سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله عليه. وجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله في الصدور عليه. من الإيمان قواعده وتلوع اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عن عليه. الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. صلى أبد الله عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة إن ترسل سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمات لله وأكمل عليه غاية الإكمال. صلى الله عليه. روح المصلي عليه به صلى الله عليه. فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه صلى الله ويكتب بها عليه. بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله على عليه. الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله عليه بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر
فتعلق ذمة الراقب لهذه الحروف بيركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت السلة في بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدبير ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. حديث راب سبيل حبائب فهذا شكر أعطاف الركائب. ألم ترها وقد مدت خطاها ومالت من مجامعها سحائب وسالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملائب. فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب.
على من خير من ركب النجائب صلاة الله ملاحت كواكب على من خير من ركب النجائب صلاة الله ملاحت كواكب على من خير من ركب النجائب ولو أنا عملنا كل يوم على الأحداث إلى فوق النجائب ولو أنا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب كرا جميعهم وعطرته الأطايب صلاة الله ملاحت كواكب على من خير من ركب النجائب صلاة الله ملاحت كواكب على من خير من ركب النجائب صلاة الله ملاحت كواكب على من خير من ركب شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى الله عليه الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد عددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفه من العالمين ونقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم
وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشعورها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه لشهود ولا من ولا عيننا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وغرب وقت بروزه إلى علم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضاد بطنه وتنتشر فيه آثار مجد الشميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار. هذه الركبان متى وصلت الباب أرح هناك الغيث وبشر الولهان. يا حادي الركبان متى وصلت البان أريح هناك العيث وبشر الولهان. يا حادي الركبان متى وصلت البان أريح هناك العيث وبشر الولهان. يا ربي أن نعدي عبيد وحزنا بالعطاء علا السنبي لكن بحرص الدنيا وطول الأوهام عرضت عن الأمور وعن المستلزمين. أعطيتنا يا ربي أنواع النعم وحسنا بالعطاء أولى السلام لكن بحرص الدنيا وطول الأوهام عرضت عن الأمور وعن المستلزمين. وإن اكتفينا بالجسم الجسيم لكانت
لحرص الدنيا وطول الأوهام أردت عن الأمور وعن المستهزم وإن اصطحبنا بقلب سليم لقد اتحدنا بجمع صليب لكن اطلاح أهوال الزعيم فضاقت الدنيا بزحف المزاحم فضاقت الدنيا بزحف المزاحم أعطيتنا يا ربي أنواع النعم وحسنا بالعطاء أولى السلام لكن لحرص الدنيا وطول الأوهام عرضت عن الأمور وعن المستهزم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وقت هذا الحبيب صلى أعلن عليه. السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. والوجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنزل الحكم على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه. أن يحضر عند وقته أمة صلى الله عليه. مسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية صلى الله عليه. من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. هذا الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. صل وسلم عليه. Bekhusyuk hadiraki Rasulullah pekerong atenda Rasulullah. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا مع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يحصوره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على محمد الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله واهدنا يا سبيلي واهدنا يا سبيلي كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ويقال لولا ثلاث ما طأطأ ibnu Adam ra'sahu. Dikatakan kalau bukan karena tiga perkara, ay thalathata umur, kalau bukan karena tiga hal, tiga perkara, ma ta'ta'a ibnu Adam ra'sahu, maka anak cucu Adam manusia tidak akan pernah menundukkan kepala. Kalau bukan karena tiga perkara, maka manusia tidak akan menundukkan kepalanya. Akan selalu, kepala tadi itu akan selalu melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Pertama, al-mautu, yang pertama adalah kematian. Kalau seandainya tidak ada kematian, maka manusia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Mati akan menunjukkan kelemahan, keterbatasan seorang manusia, baik dari kekuatannya, kekayaannya, jabatannya, keistimewaannya, kelebihannya, dan segala-galanya akan putus, akan sirna, akan hancur dengan kematian. Mun ada mate orang ini kita bakal nunduk cerita terus, sudah nggak terus, paling hebat, paling kuat. Maka mate neka adalah obat untuk kesombongan, obat untuk segala penyakit sebadan yang dalam ati kuluban panjenengan. Kalau ban mati bisa nunduk. Oh, ternyata manusia ini lemah. Ternyata manusia ini ketandik kemampuan. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ternyata dhaif, lemah. Ciptaaki lemah. Lahir keadaan lemah, mati dalam keadaan lemah. Yang kedua, wal maradu, sakit. Kalau bukan karena sakit, maka manusia akan selalu merasa sehat sehingga lupa basyariyahnya, sifat manusiawinya. Cek heran mon beda orang bece tak sakit, cek heran. Orang soleh sakit tok. Ini Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf ini kan yang tumor, Pak. Raja tumor Habib Ja'far. Wal Habib Abu Bakar Gresik ini kesakit Habib. Basyariyah manusiawi. Nabi Ayub sakit. Seandainya orang ini kesel terus sehat, lepas saya beri sehat dari Gusti Allah. Lepas saya beri kekuatan, kesehatan ini ke Gusti Allah. Sehingga nganti lagi kekuatan nah. Padahal la haula wala quwata illa billah. Kekuatan sekandi manusia sobung kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sakit ini kita minta sakit. Nas'alullah al-afwa wal afiyah, nyoon afiyah, nyoon sehat wal afiyat. Tapi mon sakit berarti sampean manusia biasa. Ini Fir'aun tak sakit sekali 40 tahun. Tak ngerasa lagi nyeloceta, gringking, kemegil, sobung. Akhirnya karena tak sakit sekali, dongak tok sampai ngaku pangerannya. Maka sakit ini bisa menunduk cerita ke manusia. Sebagaimana dunya ini kemontek pak keluar zakatah, maka dunya ini kegelak jadi dunya saya kotor. As-sadaqatu zakatul mali al-muzakki. Zakat daripada dunya nikah adalah merupakan kebersihan daripada dunyana. Dunyana bener luang tapi sehat dunya mau keluar zakat.
Maka mun beten saya tak pernah famithalul badani la yashtaki kamithalil mali la yuzakki. Mun beten tak sehat tak sakit sekali sehat melolok berarti pada netunya tak pernah keluar zakat tah. Maka sakit ini ke bisa nguguraki dosa-dosa aku lebih sampai dengan catatan sabar nerema atas ujian sarupa sakit. Sehat pun ujian asokor apa aja gunaki apa kesehatan dia dekat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib terakhir al-faqr, kefakiran. Seandainya orang sogit tok tak beri jatuh bi Gusti Allah tak nunduk cedaka. Jadi mon sampean bilang yo lo ke bos setiap kiri biasa, are mulai dek majelis biasa nah. Mon topaan lari sibuk ngelembur terus. Kelopain dek majelis maulid, kelopain dek ke hadrona, kelopain dek ke solawat, dek ke jamiana. Deki mulain perat mulai nunduk. Iya kelopain kok. Jadi sampean beri perat berarti peringatan dari Gusti Allah. Selama ini berarti sampean lupa. Beri fakir nonduk cedaka. Laula thalathun mun beni karena telok ma ta'a ibnu adam ra'sahu, maka manusia tidak akan menundukkan kepalanya, al mautu kematian, wal maradu rasa sakit, wal fakru kefakiran. Telok kepi nikah menghasilkan pahala yang besar dengan catatan sabar dan menerima ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya telok nikah mate sakit melarat sambian tak nerima apa sih ampun leteti ketetapan ketentuan Allah benih oleh kenceran justru oleh bentuna Allah malam yasbir wan malam yashkur ala na'amai walam yasbir ala balai falyatlub robban siwai. Mon tak syukur datang nikmat tak sabar datang ujian isyak pengiranan sengko. Berarti sehat gunaki dengan sebaik-baik mungkin, sakit syukur sampean sabar, aneka raja genceran keng sampean montak neremah montak sabar, sakit keelangan genceran kuaku lebih sakit tenimbang sakit saya alami kelak. Musibah mati neka adalah musibah raja, keng beda musibah selebih raja yang gimana ke musibah keelangan genceran kepatian neka aneka merupakan musibah juga saya raja. Oleh karena dinto sekali-kalilah nonduk bedereng sakit tu berde sakian boleh, bedereng tandi berde tandian boleh, berde orang mate selamat abek kiodi berarti kok kek surah tobat de surah banyak amal benar berarti tak kek sakit sekali ya sehat tak bejeng tak apa satombutan sehat betul hati-hati are takut anak buah Fir'aun dia ya sakit ini biasa ya orang-orang soleh ini kesakit tapi ada si tak sakit ya keng cuma tak sampet tengah aku lebih sampean ku lebih mau sakit tapi cerita malah tak kuat roh tak kuat kok sama di encok sebenarnya kening ning teluar encok ngeronyam tak ada tapi sehat atau 10 tahun tak pikir la ilaha illallah mentermuka manfaat di telok perkara nikah sebisa menunduk aki cedaka manusia. Mon telok nikah tak menunduk ya berarti orang lah sombong lah. Ya berarti lah tak ada harapan, mati tak menunduk, sakit tak menunduk, bilan soki melarat tak menunduk, tak semakin tawaduk pancet. Bilan nong iya bilan dengan nang lecah omong bilan. I bilan cereken sini ke koli lah. Nunduk baik lah. Ya, termoga manfaat. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وسيلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتعشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في إمبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.